كل يوم بنتعامل يوميا مع عربياتنا وموبايلاتنا، وصعب جدا نعيش من غيرهم الأيام دي. العربيات مسؤولة عن إنها توصلنا أسرع لأماكن بعيدة، والموبايلات بقت جزء تقريبا من جسمنا. بس في عنصر بيستخدم في العربيات وكمان في الأجهزة الإلكترونية اللي بنستخدمها. النهاردة أحكي لك إيه هو البلاديوم وليه هو مهم جدا للعربيات والإلكترونيات. النهاردة هنتكلم عن معدن غالبا عمرك ما شفته، بس موجود تقريبا في كل العربيات الحديثة وفي كتير من الأجهزة الإلكترونية اللي بتستخدمها كل يوم. عمرك فكرت إيه اللي بيخلي العربية تقدر تقلل التلوث اللي بتسببه؟ أو إزاي ممكن لمكون إلكتروني صغير ينقل الإشارات الكهربائية بكفاءة عالية كده؟ طيب الإجابة على الأسئلة دي في معدن نبيل اسمه باليديوم. والنهاردة هنعرف ايه هو المادة المميزة دي وليه هي أساسية جدا للتكنولوجيا الحديثة. طيب البلاديوم هو عنصر كيميائي معروف بالرمز PD في الجدول الدوري ورقمه الذري 46. هو بينتمي لمجموعة خاصة من المعادن معروفة باسم معادن مجموعة البلاتين، واللي بتعتبر معادن نبيلة. بس ايه يعني بالظبط يكون معدن نبيل؟ طيب المعادن النبيلة هي اللي عندها مقاومة غير عادية للتآكل والأكسدة، وده معناه إنها ما بتصدأش أو تتلبف بسهولة لما تتعرض للهواء أو الرطوبة. البلاديوم لونه أبيض فضي، وهو من أكتر المعادن اللي نعرفها متعددة الاستخدامات. بس انت عارف ليه هو مميز كده مقارنة بباقي المعادن؟ الإجابة في خاصية كيميائية غير عادية للبلاديوم: قدرته على العمل كمحفز. المحفز هو مادة بتسرع التفاعل الكيميائي من غير ما تستهلك في العملية. تخيل ان عندك مركبين كيميائيين محتاجين يتحولوا لمركب ثالث، بس التحول ده بطء جدا او صعب يحصل بشكل طبيعي. هنا بيجي دور البلاديوم. لما البلاديوم بيكون موجود بيقدر يسهل التفاعل ده وبيخليه يحصل أسرع بكتير وبكفاءة أعلى. بس ازاي بالظبط البلاديوم بيقدر يعمل كده؟ خاصية التحفيز عند البلاديوم تشتغل لأنه بيقدر يمتص الغازات والجزيئات على سطحه، وده بيخلق بيئة مثالية علشان التفاعلات الكيميائية تحصل. القدرة دي فعالة لدرجة إن البلاديوم لما يكون في صورة مسحوق ناعم بيعتبر من أحسن المحفزات للتفاعلات بتاعة الهدرجة ونزع الهيدروجين. بس إيه ده؟ في الهدرجة ذرات الهيدروجين بتضاف لجزيء، وغالبا بتحول المركبات غير المشبعة اللي فيها روابط مزدوجة أو ثلاثية بين ذرات الكربون لمركبات مشبعة اللي فيها بس روابط أحادية. مثال عملي انت اكيد عارفه كويس هو تحويل الزيت النباتي لمارجرين. الزيت السائل بيمر بعملية هدرجة، وده لما ذرات الهيدروجين بتضاف لجزيئاته، وده بيخليه صلب أو شبه صلب في درجة حرارة الغرفة. أما عملية نزع الهيدروجين فهي العكس، يعني بيتم إزالة ذرات الهيدروجين من الجزيئات، وده بيخلق روابط مزدوجة أو ثلاثية وبيحول المركبات المشبعة لمركبات غير مشبعة. العمليات دي مهمة جدا في الصناعة الكيميائية وفي إنتاج مواد كتير من الوقود لحد البلاستيك والمنتجات الدوائية. بس إيه هو أهم تطبيق للخاصية دي في العالم الحقيقي؟ طيب الإجابة موجودة في المحولات الحفازة بتاعت العربيات، وهنا البلاديوم بيبقى مهم جدا لحياتنا الحديثة. لما بتسوق عربية بمحرك احتراق داخلي الوقود بيتحرق جواه، وده بيولد طاقة علشان يحرك العربية. بس الاحتراق ده مش كامل، وكنتيجة لكده المحرك بيطلع غازات ملوثة زي أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات اللي ما اتحرقتش. الغازات دي مضرة جدا بالبيئة وبصحة الإنسان. بس إزاي ممكن نقلل التلوث ده؟
هنا بيجي دور المحول الحفاز، وهو جهاز بيتركب في نظام العادم بتاع العربية وبيحتوي على البلاديوم كأحد مكوناته الرئيسية. لما الغازات السخنة بتاعة العادم بتعدي من خلال المحول الحفاز، البلاديوم بيشتغل كعامل حفاز وبيحول أول أكسيد الكربون لتاني أكسيد الكربون، والهيدروكربونات لمية وتاني أكسيد الكربون. دلوقتي تقدر تتخيل التأثير البيئي اللي ده بيمثله؟ من غير البلاديوم العربيات الحديثة ما كانتش هتقدر تقلل التلوث بالشكل الفعال ده. بس أهمية البلاديوم مش مقتصر على العربيات بس، هو كمان ضروري جدا في صناعة الإلكترونيات. وعارف ليه؟ الإلكترونيات بتشتغل عن طريق إشارات كهربائية لازم تعدي من مكون للتاني عن طريق تلامسات كهربائية. التلامسات دي لازم تكون موثوقة جدا وما ينفعش تتعرض للتآكل، عشان أي تلف فيها هيأثر على تشغيل الجهاز. وهنا بيجي دور البلاديوم. هو بيستخدم في تصنيع التلامسات الكهربائية في مكونات إلكترونية كتير، من أول الموبايلات لحد الكمبيوترات والمعدات الصناعية. مقاومة البلاديوم للتآكل بتضمن إن التلامسات دي تشتغل بكفاءة لسنين طويلة من غير ما تفقد قدرتها على نقل الإشارات الكهربائية. كمان البلاديوم بيستخدم في المكثفات، ودي مكونات أساسية في تقريبا كل الدوائر الإلكترونية الحديثة. المكثفات بتخزن الشحنة الكهربائية وبتفرغها وقت ما يكون في احتياج، والبلاديوم بيستخدم في تركيبها علشان يضمن أداء ثابت وطويل العمر. بس في استخدام تاني للبلاديوم مهم برضو، تنقية الغازات. البلاديوم فعال جدا في تنقية غاز الهيدروجين لأنه بيشيل الشوائب وبيضمن إن الغاز نظيف كفاية علشان يستخدم في العمليات الصناعية وفي تقنيات الطاقة النظيفة زي خلايا الوقود. دلوقتي ممكن تكون بتسأل نفسك، لو البلاديوم مهم ومتعدد الاستخدامات بالشكل ده يبقى أكيد متوفر بكثرة في الطبيعة، صح؟ الحقيقة لأ. البلاديوم معدن نادر وبيتم العثور عليه بكميات محدودة في قشرة الأرض. أكبر احتياطيات البلاديوم في العالم موجودة في شوية دول بس، وروسيا وكندا وجنوب أفريقيا وأمريكا هما المسؤولين عن أغلب الإنتاج العالمي. روسيا لها أهمية خاصة في الموضوع ده لأنها عندها أكبر احتياطيات معروفة من البلاديوم، وبتستخرج المعدن ده بشكل أساسي كمنتج جانبي من تعدين النيكل. وعلشان كده هو مش بيتلاقي في صورته النقية في الطبيعة، لكن بيكون موجود في خامات معينة، واستخراجه عملية معقدة ومكلفة جدا. الرواسب دي بتتكون من خلال عمليات جيولوجية معقدة بتاخد ملايين السنين، واستخراج البلاديوم بيتطلب تقنيات متطورة في التعدين والمعالجة الكيميائية علشان يفصلوا المعدن عن الخامات. وبسبب التركيز الجغرافي للاحتياطيات دي في شوية دول بس، البلاديوم بيبقى مش بس مورد اقتصادي قيم، لكن كمان مادة استراتيجية، وتوفره ممكن يأثر على قرارات سياسية واقتصادية عالمية، خصوصا لما نعتبر أهميته الكبيرة لصناعة السيارات والإلكترونيات على مستوى العالم. رأيك مهم لينا، فلو عجبك الفيديو اشترك في القناة لو مش مشترك، وسيب لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو حابب تساعدنا ننتج المحتوى ده وغيره كتير على المنصة، فكر تبقى عضو وساعدنا بكوباية قهوة مع عيش بالجبنة، وهيتم ذكر اسمك في فيديوهاتنا هنا. لو نفسك تكبر في شغلك أو تطور مهارة تقنية جديدة، امسح الQR كود أو ادخل على الرابط في الوصف واكتشف صفحة فيها كل الكورسات اللي بنرشحها. دلوقتي كنت تعرف إن المعدن المهم والمتعدد الاستخدامات ده موجود في عربيتك وفي أجهزتك الإلكترونية؟ عمرك تخيلت تأثير نقص البلاديوم على التكنولوجيا الحديثة وجودة الهواء اللي بنتنفسه؟ سيب لي رأيك في التعليقات، أنا عايز أعرف. هنا جنبك في خيارين لفيديوهات ممتعة لازم تتفرج عليهم علشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. حابب تساهم معانا؟ اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وفكر تبقى عضو في القناة. كده يا عشاق الهندسة، تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.